ازيكم حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بمكان حلو جدا هيعجبكم، والدخول فيه ب50 جنيه، وكمان كان في حفله حلوه قوي للاطفال. انا عن نفسي كأم اتبسطت جدا من الحفله، وكمان ولادي اتبسطوا جدا والحمد لله. يعني اليوم كان حلو قوي. تعالوا اقول لكم بقى التفاصيل وازاي تروحي المكان ده. وعايزه اقول لك المكان ده حلو جدا جدا ونضيف وراقي قوي، وكمان القعده فيه على النيل. يعني كل اللي انتوا شايفينه ده احنا كنا على النيل. اول يوم معرفتش اصوره من اوله معاكم. انا بادئه اليوم من 11 الصبح، يعني صلينا الجمعه في النادي. وعايزه اقول لكم بجد يعني حلو قوي ان انا اعلم ولادي ان هم النادي نفسه عمل ستوب كده، قال لنا يعني طلعوا كل الولاد وقالوا نروح نصلي صلاه الجمعه وبعدين نرجع تاني. قعدنا بقى زي ما قلت لكم كده في البسين، والولاد كانوا مبسوطين ما شاء الله اللهم بارك. وبعد الصلاه بقى كده قعدت مع نفسي على النيل وقلت اشرب بقى القهوه بتاعتي، لان انا بصراحه بحب قوي المنظر ده. هو ده راحه البال بالنسبه لي، كوبايه القهوه بتاعتي العشق اللي ما اقدرش استغنى عنها، ويومي ما يمشيش من غيرها. ربنا يديني الصحه يا رب يدومها عليا. والقعده الحلوه دي اكتر حاجه بجد. انا مش عايزه اي حاجه تانية، الحمد لله احلامي بسيطه جدا. فانتي بقى كأي ام وكده خدي بعضك وروحي انتي وولادك قضوا يوم هناك. احنا زي ما قلت لك انا مقضيه من الساعه 11 الظهر، وبعد ما قعدنا بسين 3 ساعات. الحفلة كانت كنا اتغدينا، وبعدين الحفلة بدأت على حوالي الساعة 7 كده. فعايزه اقول لكم بقى كانت حفله جميله جدا. اسيبكم مع الاجواء وقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو عايزين المكان ده بالتفصيل اكتبوا لي وانا اقول لكم. زي ما قلت لكم الدخول ب50 جنيه بس، يوم الجمعه بيزيد 10 جنيه عشان الحفله بيبقى ب60 جنيه. هتقضي يوم حلو قوي. والاطفال يا جماعه ما بياخدوش عليها اي تذكره، والتذكره بتاعتك عليها مشروب فري منهم، ميه او بيبسي او عصير او اي نوع انت تحبيه. وزي ما قلت لك هتاخدي ولادك ومش هتدفعي عليهم كمان. تعالوا بقى نشوف الحفله ونرجع لكم تاني. المكان جميل قوي يا بنات، يعني لو رحتي هتدمني. احنا بنروح يعني انا رحته عجبني مره فرحته، قلت لكل اصحابي بتهيألي كل اصحابي بقى في المكان ده. اولا سعره كويس، ومبتدفعيش تذكره على الولاد ولا اي حاجه غير البسين والدخول. زي ما قلت لك بحاجه رمزيه 50 جنيه. فطبعا بالشياكه اللي احنا شايفينها والنظافه، وعايزه اقول لكم ما شاء الله المكان كبير جدا جدا. فبصراحه الفلوس قليله جدا جدا. فانا قلت اقول لكم انا كأي ام بحب المكان اللي يكون سعره كويس ويكون مناسب ليا ان انا افسح ولادي، وطبعا ما نصرفش فلوس كتيره. فانا قلت النهارده هعمل لكم الريفيو ده، يا رب يفيدكم وتتبسطوا كده بالاجواء اللي احنا شايفينها. انا عن نفسي كأم اتبسطت قوي. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يخلي ولادي كانوا فرحانين جدا. فربنا يفرحنا دايما. وما تنسيش بقى لو عايزه في الكومنتات اكتبي لي. بصوا الشخصيات اللي كانوا الولاد بيحبوها كلها جابوها
كل 10 دقايق كانت بتطلع شخصية مختلفة، فطبعا الولاد كانوا مبسوطين جدا. لو عايزين المكان بالظبط فين اكتبولي وانا هقول لكم المكان فين. وعايزه اقول لكم بجد لو رحتوا هتتبسطوا جدا. ما تنسوش بقى انا فاتن ودي قناتي. يعني اغير من المحتوى شويه، يعني نطلع من المطبخ واعمل لكم محتوى ريفيوهات تعجبكم وتفيدكم كمان. ما تنسوش بقى اشتراك، روحي بسرعه اشتركي وفعلي الجرس وكمان كومنت، واكتبوا لي بتتابعوني منين، وكملوا بقى الحفله معانا.